العيد خلص وكل سنه وانتم طيبين، واللي حصل حصل. بلاش ان احنا ندخل نفسنا في حاله من جلد الذات، بلاش ان احنا ندخل في مود اكتئاب. انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان اوضح لكم كذا نقطه، وعشان اقول لكم تعملوا ايه، لان خلاص يعني اللي حصل حصل، فانت مش هيبقى ليك ايد فيه، انما الجاي هو اللي انت ماسكه في ايدك. تمام كده؟ اولا حابه بس اوضح لكم ان الزياده اللي انتوا جايين تقولوا لي يا دكتوره انا زدت 3 كيلو على الميزان، يا دكتوره انا زدت 5 كيلو على الميزان، فانتوا اعرفوا كده ان الزياده اللي زدتوها دي زياده وهميه، معظمها ميه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانك لو كنت استهلكت كميه كبيره من السكريات الفتره اللي فاتت، سواء كحك او بسكوت او شوكولاتات، فانت حبست في جسمك ميه، جسمك معبي ميه، مليان ميه متخزنه. الميه دي تبان لك ميزان قوي انك تزيد زياده سريعه في وقت قليل. كمان هكلمكم بالمنطق شويه، احنا عشان نزيد كيلو دهون على الميزان فانت محتاج انك تدخل حوالي 7000 سعره حراريه في اكلك عشان تزيد كيلو دهون على الميزان. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لو جينا نحسبها كده حسبه بسيطه، قطعه الكحك الواحده منها فيها 200 ل 250 سعره حراريه. يعني عشان تزيد كيلو دهون على الميزان تكون دخلت تقريبا حوالي من 28 ل 30 كحكايه، وده اكيد ما حصلش الفتره اللي فاتت دي. تمام؟ هتقولوا لي طيب يا دكتوره المقاسات برضو زايده عندنا. طيب خدوا بالكم برضو من نقطه، لو انت من الناس اللي عندها مشاكل قولون عصبي وخدت كميه كبيره من الفول السوداني الفتره اللي فاتت دي، فانت عملت انتفاخات في بطنك، عملت مشاكل في القولون، لخبطه حصلت بانت على انها انتفاخ اكتر من انه زياده في المقاسات. اللي حصل حصل، الزياده اللي انت شايفها دي مش زياده حقيقيه، معظمها ميه، واللي جاي هو اللي هيهمك اكتر. انا مشكلتي بس في اللخبطه اللي بتحصل دي، مش انك دخلت كميه كبيره من السكريات، انا مشكلتي الاكتر في حاله النعم اللي بتدخل فيها بعد ما الفتره دي تعدي. ليه؟ لانك عودت جسمك انك تدخله سكريات في فتره، فيقعد طول الوقت يطلب منك انك تدخله سكر عشان يقلل الاحساس بتاع النهم والشراهه للحلويات ده، عشان تسد احساس النهم والشراهه اللي دخلت فيه للحلويات. هتلاحظوا انكم اول ما بتصحوا من النوم حاسين انكم جعانين قوي وعايزين حاجه مسكره، حاولوا انكم تتغلبوا على الاحساس ده. انا مشكلتي الاكتر في عيد الاضحى ده كميه اللحوم اللي انت بتستهلكها، لان لاحظت في حالات خدت كبده تقريبا الصبح، لحمه العصر، بالليل فته. فخدوا بالكم من اللحوم، لان اللحوم الحمراء بالذات كميه السعرات فيها عاليه جدا، الدهون اللي فيها دهونها عاليه، فدي انا بخاف منها جدا. يعني خلي بس اللحمه مره واحده في الاسبوع، بلاش انك تكتر منها لان مشاكلها كتير. ده اللي بخاف منه اكتر في عيد الاضحى. خدوا بالكم من حاجه، لو انت دخلت نفسك في الدايره بتاعت انا متوتر، انا مش احسن حاجه، انا داخل في مود اكتئاب نتيجه الزياده اللي انا زدتها على الميزان، فانا حابه اكد لكم انكم هتدخلوا نفسكم في حاله زياده هرمون الكورتيزول اللي بيحبس ميه وبيدخلك في شراهه الاكل اكتر. والهرمون